والله هالوصفة بتستاهل مليون لايك. شوفولي على هالمنظر اللي بياخد العقل ما شاء الله. هلا بدي دوق وارجيكم قوام البوظة. شوفولي على هاللقمة، يا سلام والله فخامة. مرحبا يا أحلى عالم بالعالم، تعالوا نعمل مع بعض أطيب آيس كريم بالأوريو بالفريز بطريقة سهلة ومميزة. خليكم معي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. هلأ حبايب قلبي للآيس كريم اللي بالأوريو عندي لتر ونص من الحليب. طبعا أنا غليته وبردته كتير منيح، وعندي 3 علب من بسكويت الأوريو، ونص كاسة سكر كبيرة، وعندي معلقتين كبار من السحلب ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هاي المكونات للآيس كريم اللي بالأوريو. وللآيس كريم اللي بالفريز أنا عندي هون نص كيلو فريز، أنا جمدتهم كتير منيح بالفريزر. عندي كاسة شاي كريمة الشانتيه، طبعا السكر انتو حسب رغبتكم، أنا لحط عليهم ربع كاسة كبيرة من السكر، وبدي حط معلقتين كبار من السحلب ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. هلأ بمحضرة طعام أو خلاط يعني اللي متوفر عندكم. هلأ بدي نزل الفريز بقلبه، وهلأ بدي أضيف كريمة الشانتيه، بدي نزل معهم السحلب، بدنا نضيف السكر. طبعا مثل ما قلت لكم السكر حسب رغبتكم. وهلا بدي اخلطهم كتير منيح، وهلا بدنا نبلش خلط فيهم تقريبا 5 دقايق. وهلا بعد ما خلطتهم شايفين القوام ما شاء الله كيف جمد معنا. هلا بدي احطهم بعلبة نظيفة وناشفة. شوفوا لي على هالقوام ما شاء الله بياخد العقل. وهلا ايس كريم الفريز صار جاهز عنا. هلا بدنا نغطيه كتير منيح ونحطه بالفريزر. وهلا بنحطه بالفريزر لحتى يتجمد كتير منيح معنا، يعني تشوفوه انه صار جامد تماما. هلا للايس كريم اللي بالاوريو بدي احط معلقه ونص من السحلب، يعني لكل كيلو حليب بنحط معلقه كبيره من السحلب. طبعا السحلب اللي عم بستخدمه خام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفانيليا بنخليها لاخر شي. هلا اول شي بدي احركهم كتير منيح على البارد، بعدين بنرفعهم على الغاز. وهلأ حطيتهم على الغاز وشعلت النار تحتهم على الوسط. بدي ضل حركهم، ما شيل ايدي عن التحريك ابدا لحتى يغلي ويتقل القوام. وهلأ تقل القوام وبلشوا يغلوا عندي. هلأ بخليهم دقيقتين بس يغلوا مع التحريك المستمر. هذا الشكل. شايفين على هالقوام ما شاء الله مثل الحرير، هيك لازم يطلع معكم تقيل. هلأ بطفي الغاز وبخليه لحتى يبرد تماما. كل شوي منحركه حبايب قلبي مشان يطلع ناعم وما يصير فيه وش. وبعد ما قمتن من على الغاز هلأ بدي احط الفانيليا عليهم. حركهم كتير منيح. مثل ما قلت لكم كل شوي بدنا نحركهم مشان يضل الخليط ناعم. شايفين على هالقوام ما شاء الله بياخد العقل. وهلا لبين ما يبرد الحليب اللي عملناه بدي كسر البسكويت، بس ما بدنا نكسره شقف صغيرة كتير، لا هذا الشكل. هلا البسكويت كسرته وصار جاهز عندي. مثل ما قلت لكم ما لازم يطلع ناعم معكم، يعني خشن شوي. انا كل شوي حركهم لحتى يضلوا ناعمين بهذا الشكل. هلا بردوا تماما، بدي احطهم فوق البسكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بدنا نحركهم كتير منيح مع بعض. شايفين بهذا الشكل. هلا بدنا نحطهم بالفريزر لحتى يجمدوا تماما. انا رح خليهم ليلة كاملة. بدنا نغطيهم كتير منيح. بشوفكم بإذن الله بس يجمدوا. وهلأ بعد يوم كامل أنا طلعت البوظة من الفريزر وصارت جاهزة للتقديم. شوفولي على هالمنظر ما شاء الله بتاخد العقل. وهلأ بدي ورجيكم قوام البوظة كيف طلع معنا.
شايفين على هالكرات اللي بتاخد العقل واللي على قلبي والله فخامة يا جماعة. شوفوا لي على هالبوظة اللي بتاخد العقل ما شاء الله. وهلا بدنا نحط لي على فراولة. شوفوا القوام ما شاء الله. وهي أطيب بوظة بالفريز كمان صارت جاهزة عنا. وهي أطيب آيس كريم بالأوريو وبالفريز صار جاهز عنا ما شاء الله. شوفوا لي على هالمنظر اللي بياخد العقل يا جماعة. شايفين على هالقوام والله بجنن، والطعمة ولي على قلبي بتشهي القلب. والله يا جماعة إذا مو أطيب من الجاهز لا تقبل. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم، تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير يا أحلى متابعين.